يابا شلون كليتشة إلا تخبل كلش سريعة، ما يحتاج تفركين الدهن ويا الطحين. أسرع من عدها ماكو، ب3 مكونات تصير عندك الكليتشة جاهزة. أكيد أنا متأكدة حتجربوها وراح تدعولي. عدكم باكر تقدرون تجربون بيها هاي الكليتشة السهلة والسريعة، وإن شاء الله يا ربي راح تعجبكم أكيد. خلولي أشيائي، وإذا ما مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى أي شي جديد أنزله. أتمنى من عندكم ضغط زر اللايك والتعليق الحلو، وإن شاء الله يا ربي فيديو اليوم حيعجبكم. مساء الخير، شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا ربي كلكم خير وصحة وعافية وسلامة وراحة بال. شلونكم أحبابي؟ عساكم طيبين. خير الكلام الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأكيد كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده، وإن شاء الله يعود عليكم بالخير والصحة والعافية أنتم وأحبابكم وأهلكم وناسكم بحق محمد وآل محمد. مكونات الكليتشة بنات راح أستخدم كيلو طحين أي نوع متوفر عندك، وأستخدم ظرفين فانيلا وظرف بيكنج باودر. وإذا حابة تضيفين غير الفانيلا نكهة فهذا الشي راجع لك أي نكهة أنت حابة تضيفيها. وراح نستخدم قالبين زبد أبو 500 دينار، ونص كوب شكر، وملعقة شاي ملح، و3/4 القلاص روب. فقط هذا كل اللي راح نستخدمه. أول شي نسوي نضيف الزبد، أي كسرولة عندكم أو طاوة جدرية أي شي ضيفوا الزبد ذوبوه. خطوة كلش مهمة بنات، الزبد ذوبوه بس لا تخلونه حار وتديرونه على الطحين. ليش؟ لأنه راح يسمر الكليتشة عندكم، الكليتشة تصير كلش سمرة إذا كان الزبد أو الدهن حار. هسه تقولوا لي نقدر نستخدم بدل الزبد دهن؟ أقول لكم الزبد أفضل لأنه بنسبة سوائل، لأن إحنا هنا ما راح نستخدم أي مي. تمام بنات؟ تمام. راح أضيف الطحين بالنجانة أو أي شي. أضيف نص قلاص أو كوب، الأفضل كوب الشاي، نص كوب شكر. وراح أضيف الفانيلا والبيكنج باودر. قلنا ظرف بيكنج باودر، ظرفين فانيلا، وممكن تضيفين هيل مطحون أو حوايج أو حبة حلوة أي نكهة أنت حابة. إن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو اليوم. راح أضيف ملعقة الشاي مالت الملح، وأبد لا تضيفون مي لهاي النوع من الكليتشة بنات نهائيا، لا تقربون لا مي ولا حليب. راح أجمع كل شي من مواد جافة ضفتها كلها أجمعها سوا، ومن بعدها ابتدي أضيف عليها المواد السائلة. هنا عندي الزبد ذايب بس بارد، يعني تركته برا إلى أن برد. ضفت الزبد القالبين و3/4 القلاص الروبة أو الزبادي، خاف أحد ما يعرف شنو الروبة. وراح أبتدي بهاي الملعقة أجمع بيهم. هسه تقولوا لي غير تفركين الدهن أو الزبد ويا الطحين بدون فرك أسرع كليتشة، لا تتعب إيديكم ولا تتعبكم. يعني خلال 10 دقائق أنت عاجنة الكليتشة وعايفتها ترتاح، حتى ما تحتاج لا تخمير ولا أي شيء. راح أبتدي أجمعها. ونصيحة من عندي لكم بنات، اجمعوا الكليتشة شلون أنا دا أجمع، أبد لا تعجنوها، لأنه الكليتشة مو فطائر أو معجنات. الفطائر والمعجنات نعجنهم حتى الطحين يذب المادة البي وتكون هشة أثناء الخبز، لأنه هو معجنات هشة. أما الكليتشة إحنا نريدها مثل البسكويت، فأبد لا تعجنوها وتخلون الطحين يطلق المادة الموجودة بي حتى يكون هيجي مثل العلج. فنصيحة من عندي لموها لم. وباعوا أني يعني تعمدت أشوفكم هذا المقطع إنه السوائل كلها راحت وبعد أكو طحين، أبقوا هيجي اجمعوا بيه ويا العجين البي السوائل، راح تلقونه كله تمتزج وصار جاهز عندكم. تصير عجينة كلش حلوة وهشة وسهلة التعامل وياها. هنا إذا شفتي بقى عندك طحين لا تضيفين لا مي ولا زبد، لأنه الكمية اللي ضفناها كلش كافية. ليش كلش كافية؟ لأنه الزبادي بيه مي، وبنفس الوقت الزبد بنسبة حليب أو لبن كلش هواية، لذلك احنا استخدمنا الزبد بدل الدهن والزيت. تمام بنات؟ راح أبقى أجمع بيها مثل ما شفتوا، أبد ما دا أعجن، مجرد أجمع بإيدي وأضغط حتى الطحين يتجمع عندي كليته بالعجينة. باعوا هنا صارت جاهزة عندي، باعوا بس لميتها بهذا الشكل، وباعوا عجينتها شقد حلوة حتى هي بعدها ما مرتاحة.
كل شي ما ضفت لها بنات للأمانة، خاف عبالكم يعني ضفت مي أو زبد أو شي، ما ضفت أي شي، فقط اللي ضفتهن قدامكم، وإن شاء الله انتو حتجربوها وحتتأكدون من صحة كلامي. راح أغطيها وأتركها ترتاح. أنا اليوم ما جهزت أي نوع حشوة بصراحة، ما حبيت أسوي تمر والهاي، تعرفون الجو حار، فواحد يعني هو روحه أساسا خلصانة من الحر، يعني بالقوة يقوم على شغله. هنا باعوها من بعد ما ارتاحت العجينة شقد حلوة. طبعا وهذا الصفار اللي بالعجينة هو من الزبد تعرفون، فشي طبيعي إذا شفتوا عجينتكم هيج مالت للصفار. طبعا وهماتين الكاميرا مضيتها صفار أكثر من اللازم، هي العجينة أبد مو هيج بيها نسبة صفار بس كلش بسيطة، بس العجينة بيضة وتخبل. راح أبتدي أشكل بيها بالحلقوم، حبيت اليوم أسويها كلها بالحلقوم بصراحة، وما شاء الله تبارك الله كيلو الزبد نزل عندي كمية كلش حلوة من الكليتشة. هسه انتو هنا سولفولي وقلولي سويتوا كليتشة لو بعدكم، وختمتوا بيتكم بالتنظيفات وجهزتوا للعيد هماتين لو بعدكم. ما أعرف ليش بنات أحس عيد الأضحى بما أنه هو العيد الكبير والحجاج تروح بيه وفرحة الحجاج والدعاء يوم عرفة وهاي الأيام المباركة، بس أحس عيد رمضان يكون دائما مميز. شنو السبب ما أعرف، وكتبولي إذا أنتم هماتين تحسون مثل إحساسي. أحس هيك يعني رمضان وعيد رمضان فشي كلش مميز، لأنه إحنا كنا صيام شهر رمضان أيامه حلوة كلش، فما أعرف شنو السبب. إن شاء الله يا رب يبلغنا رمضان وإياكم. بلشت أشكل بيها وحبيت أشوفكم هاي الطريقة مال التشكيل، طبعا طريقة كلش حلوة تنطفت شكل كلش حلو للكليتشة. إذا حابين عندكم فستق حلبي اطحنوا ضيفوا على وجهها شوية خضار، يصير الشكل مالتها يجنن. بس أنا اليوم صراحة لا دزيت شي ولا سويت أي شي، استخدمت كله بس المتوفر عندي. فقلت أجهز لي كيلو كليتشة، خاف أحد يجينا يعني شي نقدم ويا الشاي، أحسن ما أروح أشتري وما أعرف أني هاي اللي اشتريتها نظيفة مو نظيفة، اللي سووها المعمل البيت، يعني تعرفون الدنيا حارة والطحين يخوف وهيك هاي السوالف. فقلت أسوي كيلو أخليه، خاف أحد يجينا نقدم من عندها. وهنا بلشت أسوي شكل ثاني، وأكيد كلكم معدلين تعرفون هاي الأشكال تسووها، بس ما أعرف ليش الكاميرا جايبة زوم صفح وأني ما ماخذة بالي من الموضوع بصراحة، عبالي مخلية الكاميرا يعني على إيدي وأشوفكم طريقة التشكيل. اليوم استخدمت السكينة وما استخدمت المقص. سكينة تطلع لي وحدة تقولي أوي تقولين سكينة، سكينة حبيبتي ولا يهمك. الفيديو كلش قصير طبعا، بس حبيت أشوفكم طريقتي بالكليتشة، وإن شاء الله حتجربوها، وأتمنى اللي تجربها تكتب لي وتدز لي صورتها على الانستغرام حتى أنزلها على المنتدى. هنا جهزتها وراح أدخلها الفرن. بعد الصغار شقد حلوين ومسمسمين، حبيت هيك أغير بأشكالهم. كانت كلش سريعة والله العظيم بنات، وما حسيت بيها. ليش؟ لأنه ما تعبنا بالعجين مالتها، بالعادة الفرق مال الطحين ويا الزيت كلش يتعب. وباعوا جمالها ولونها الحلو، صدقوني تحسوها كليشة أفران. إن شاء الله حتجربوها وحتدعوا لي، أني كلش متأكدة. وأتمنى من نسيتوني باللايك خلوا لي لايك إذا نسيتوا ووصلتوا لهنا من الفيديو. هماتين تركوا لي تعليقات كلش هواية، وأني أحبكم كلش هواية وممنونة من عندكم. باي باي.